مواضيع نتكلم فيها مع كراش الجزء التاني. كنا عاملين جزء اول وكان مكسر الكوكب كله. كنا عاملين قبل كده فيديو عن مواضيع تتكلمي فيها مع كراش، مع خطيبك، مع جوزك، والفيديو ده الحقيقة كسر الدنيا، فكان لازم اعمل منه جزء تاني لاني لقيت استفسارات كتيرة جدا. احنا خلصنا كلام في المواضيع دي وعايزين مواضيع جديدة، فانا جايه لكم النهارده بشوية مواضيع جديدة تتكلمي فيها مع خطيبك. اول حاجه هتتكلمي فيها مع الراجل مهما كان صفته في حياتك، احنا مش عايزين نتدخل في التفاصيل دي، هنتكلم عن الحيوانات. هل انت ربيت حيوان قبل كده؟ طيب كان اسمه ايه؟ ما ربيتش، ما بتحبش تربي حيوانات، بس يعني المجمل اكيد ربى كتاكيت يعني كلنا بنربي، فاكيد هو في يوم من الايام ربى على الاقل كتكوت. ده موضوع لطيف هنتكلم فيه وهنفتح فيه صندوق ذكرياتنا، هننبسط. اعتقد وانا بكلمك دلوقتي انت اكيد افتكرتي الحيوان اللي انت كنتي مربياه، يعني الموضوع ده لطيف خفيف ظريف، هيبسطكم جدا وانتوا بتتكلموا فيه وهيرجعوا لذكريات جميلة بالنسبة له. بس بعد ما نتكلم عن الحيوان الأليف اللي انت كنت بتربيه، لازم نكمل كلام عن الحيوانات، سواء كان الحيوانات اللي بتبقى في حديقة الحيوان أو حديقة الحيوان اللي موجودة في المنطقة عندكم، أكيد برضو انتوا زرتوها، وقد إيه الطبيعة بتبقى متغيرة للحيوانات. يعني هنجيب سيرة الحيوانات، مش هنقفل الكلام فيها غير لما ما نبقاش سيبنا بورس قاعد في حاله، لازم نجيب سيرة كل حاجة. الموضوع ده هيخلص في يومين مثلا كلام، مش قبل كده. تاني حاجة هنتكلم فيها هي الموسيقى. كلنا في يوم من الأيام كان نفسنا نعزف أو عزفنا، أو حتى في المدرسة كنا بنعزف. أكيد كلنا كان عندنا بيانو، أورجو، أوقات الجيتار العبيط الصغنن ده. ممكن تكلميه في حاجة زي دي؟ هل ليك في المزيكا؟ كنت بتعزف؟ ايه الآلة اللي بتحبها؟ ايه الآلة اللي كان نفسك تعزف عليها؟ موضوع لطيف وإلى حد ما رومانسي، يعني موضوع المزيكا وانت بتحب نوع ايه من المزيكا، والكلام ده هيبقى جذاب جدا لو اتكلمتوا فيه مع بعض. ثالث موضوع هو عن الأعمال الاجتماعية. أعمال الاجتماعية اللي هي السوشيال وورك، يعني الخدمات اللي موجودة في المجتمع. يعني هل انت بيبقى فيه دايما اللي هي الأعمال الاجتماعية دي، اللي هي زي مثلا هننظف والله النهاردة الحارة بتاعتنا، هل عندكم الموضوع ده متاح ولا مش متاح؟ وكمان من أشهر الأعمال الاجتماعية الموجودة هي توزيع المية والأكل على الصايمين في رمضان. فبمناسبة إن هو الراجل أكيد في يوم من الأيام كان نزل ووزع على المصلين مية وتمر، فالموضوع ده لو اتفتح هتقعدوا تضحكوا فيه كتير جدا، لأن زمان العيال وهي صغيرة مش بتدي الواحد عشان يفطر، لا هي بتفطره حرفيا. اعتقد ان ده موضوع هيبقى لطيف جدا لو اتكلمتوا فيه، هيرجعوا برضو لذكرياته القديمة وهيخليه مبسوط جدا. رابع حاجة هي العلاج الطبيعي والطب البديل. كلنا حاليا ما شاء الله كلنا فينا حاجة وجعانة، راسك، رقبتك، رجلك، ايدك، ظهرك، في حاجة تعبانة فينا، فدايما بتبقى محتاج حد اللي هو ايه، يقولك اه والله حط ريفاريل جل، حط مش عارف كريم، حط مش عارف ايه. ده بالنسبة لجيلنا. ده غير بقى الإصابات، اللي هي الإصابات مثلا عشان حد لعب كورة، أو عشان عملتي تمرين قوي، أو كنتي في الجيم والدنيا كانت شلتي غلط مثلا. فدايما هتلاقوا موضوع زي ده تتكلموا فيه، ان هو علاج طبيعي. يعني انا كنت بشيل مثلا في الجيم، جالي شد عضلي، معرفتش اعمل ايه، انت ايه رأيك؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ طب تعالى نعمل سيرش نشوف المفروض في حالات الشد العضلي ايه اللي بيحصل. يعني الكلام ده هيبقى حلو جدا لو بعد النقطة رقم 4 أو 5 مش فاكرة، وهي الجيم. ان انتوا تتكلموا على الجيم، الاوزان، الشيل، التخن، الرفع، تعملي ايه في الجيم، ايه اكتر حاجه بتحبيها، سواء كان زومبا، سواء كان شيل حديد، سواء كان ايروبكس. والنقطه اللي بعديها هي الالعاب. يعني هل مثلا انت نفسك تلعبي كاراتيه، بوز، اعتقد كيك بوكسينج، اللي يزعلك تديله بالبنيه. فكرة ان انتي تتعلمي رياضة دي حاجة جميلة قوي. هتبقى اجمل لو انتي سألتيه ايه رأيك لو اتعلمت الرياضة الفلانية، طب هل انت جربتها؟ طب جربت تلعب ايه؟ دي كلها مواضيع ممكن نتكلم فيها. والفكرة رقم 7 تقريبا اللي انتوا تقدروا ان انتوا تتكلموا فيها هي التعلم بصفة عامة. التعلم، تحب تتعلم ايه، او انت حاليا بتتعلم ايه؟ خلي بالك ان اي انسان عايش في العالم لازم يتعلم. انت حاليا اكيد خلصت تعليم، اكيد بتشتغل، بس انت بتحب تتعلم ايه؟ ممكن اكون بتعلم لغات، ممكن اكون بتعلم لعبة، ممكن اكون بتعلم حاجة جديدة. فانت بتحب تتعلم ايه؟ ممكن اكون بحب اتعلم تفصيل، تصوير، حاجات كتيرة جدا متاحة.
فالسؤال هيبقى انت بتحب تتعلم ايه او بتحب تتدرب على ايه او نفسك تعمل ايه فيهم. والموضوع ده هينقلنا رقم 8 وهو الابداع. انت بتتعلم حاجة، فالحاجة دي بعيدة عن مجالك او انت اخترتها مخصوص، فاكيد عشان انت مبدع فيها. ان انت تبقى مبدع في حاجة وبتبتكر في صناعة الحاجة دي حاجة تميزك. انت بقى مبدع في ايه؟ دي مواضيع هتبقى حلوة جدا لو اتكلمنا فيها. هتعرفي هو بيعرف يعمل ايه وتستشيريه فيها بعد كده، ان انت دايما تبقي محتاجاله. ده هيعزز جواه ان هو قد ايه هو راجل الناس بتحتاج له، وهيعزز فيه الثقة بالنفس، وهينبسط جدا لما يتكلم معاكي. والنقطة اللي بعد كده هي تقريبا النقطة رقم 9 اللي بتتكلم الصحة النفسية. الصحة النفسية اللي احنا كلنا محتاجينها بلا استثناء. بنعمل ايه عشان نحافظ على صحتنا النفسية؟ لما حد بيضايقنا بنعمل ايه؟ لما حد بيزعلك يعني هتكلميه. لو حد بيضايقك بتتصرف ازاي؟ لو حد اذاك، لو حد ظلمك، لو حد احرجك، ايه التصرف الصح اللي انت بتعمله؟ هل انت بتعمله فعلا ولا لا؟ ده بالنسبه للصحه النفسيه. في بقى الموضوع رقم 10 وهو الصحه الغذائيه اللي احنا ممكن نتكلم فيها، زي نظام الدايت اللي انت عايش عليه او النظام الغذائي اللي انت بتاكله. هل بتاخد مالتي فيتامينز، او هل بتحب اكل معين تاكله بيبقى مفيد للصحه؟ يعني انت بتاكله بسبب ان هو مفيد للصحه، ولا الاكل ده انت بتاكله كده وخلاص يعني؟ ولا انت حتى لو الاكل ده مفيد وطعمه وحش فانت مستحيل ان انت تاكله؟ وزي ايه الاكلات دي؟ وكل نقطه من دي لازم نتكلم فيها على دور الاعلام. الحاجات دي كلها احنا بنكتسبها من اليوتيوب او الفيسبوك او التلفزيون حتى، فاكيد في حد من الحاجات دي احنا بنتابعه. يعني مثلا زي الصحه الغذائيه اكيد بنتابع دكاتره او بنتابع حد ليه علاقه بالدايت. زي مثلا الجيم فاكيد بنتابع مدربين جيم بيعملوا حاجات عشان احنا نقلدهم. فكل نقطه من دي انت هتساليه انت بتتفرج على مين بيشجعك على الحاجة دي. طبعا في النقطة رقم 11 اللي مستحيل ما نتكلمش عنها وهي الترندات. الترند هو الحاجة اللي كل الناس بتتكلم عليها، فمش ممكن يبقى الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام والتيك توك والعالم والناس بتتكلم فيها وانتي وخطيبك ما بتتكلموش فيها. فلو في ترند موجود كلميه وخدي رأيه فيه. والموضوع رقم 12 هو الموضة والأزياء. كل راجل في الدنيا بيبقى بيحب واحدة بتلبس ستايل معين، واعتقد هو اختارك عشان انتي بتلبسي الستايل ده. انتي ممكن تكلميه بقى في الحاجات اللي انتي بتحبيها في ستايل البنات عشان يعرف ان ده ستايلك، وما يجيش في يوم من الايام يقولك لا والله انتي لازم تغيري الستايل ده. كلميه قد ايه انتي بتحبي الستايل ده وليه انتي مختاراه، ليه انتي بتلبسي كده. انتي مثلا بتحبي اللبس الواسع او بتحبي اللبس الطويل، فانتي ليه بتحبي الستايل ده. النقطة رقم 13 وهي اللي انا قررت ان انا اختم بيها الفيديو ده لان هي النقطة الاقرب الى قلبي والمفروض إلى كل متابعيني، وهي الطعام. احنا ممكن نتكلم في موضوع الأكل ده 70 مليون سنة. يعني ممكن نتكلم في فنون الطعام، طريقة تقديم الطعام، ممكن نتكلم في الطعام نفسه الأورجانيك، ممكن نتكلم في الطعام اللي موجود في السوق، ممكن نتكلم على أزمة الطعام اللي موجودة في العالم، ممكن نتكلم عن أسعار الطعام وده موضوع هيقلب معانا ويدوس على الأوجاع فبلاش منه. ممكن نتكلم عن طريقة الطبخ والمطابخ المختلفة زي المطبخ المغربي، الجزائري، العراقي. ممكن بقى نتكلم عن المطابخ المختلفة، وهل أنت بتحب تتذوق الطعام بس ولا بتحب تطبخه؟ ومين أحلى حد بتاكل من إيده أحلى أكلة؟ ويا ترى بتهتم بشكل الأكل ولا بتهتم بس إن هو يبقى طعمه حلو وبس كده؟ بس كل نقطة انتوا اتكلمتوا فيها في يوم من الأيام، يعني احنا النهاردة اتكلمنا عن الطعام، بكرة هنتكلم عن حاجة تانية، فكل مرة هتتكلموا في حاجة وتعرفي هو بيفضل الحاجة دي ازاي، تدوري وتجيبي صور وتنزليها وتشيريها وتشاركيها معانا عشان يعرف انك مهتمة لحديثكم سوا. وبس كده، دي كانت 13 فكرة موضوع جديد تتكلموا فيه انتي وخطيبك اللي خلاص ما بقيتوش لاقيين كلام تتكلموا فيه سوا مع بعض. انا كده خلصت الفيديو ده، لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك، وشكرا جدا على وقتك.